أهلا بكم. إليكم مستجدات الساحة المغربية. البرتغال تدخل على الخط وتعلن دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. لشبونة وصفت المبادرة المغربية بأنها جادة وذات مصداقية، مما يعزز موقف الرباط دبلوماسيا ويضعف خصومها في الملف. وفي خطوة غير مسبوقة، بنك المغرب يعلن عن التحضير لإطلاق عملة رقمية رسمية بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. العملة الرقمية ستمكن من تسهيل التحويلات وتقوية الاقتصاد الرقمي الوطني وسط تحولات مالية عالمية كبرى. وفي الجانب الصناعي، شركة ستيلانتس العالمية تكشف عن توسيع مصنعها في القنيطرة ليصل إلى 500,000 سيارة سنوياً. الاستثمار الجديد يفوق مليار يورو ويهدف إلى إنتاج سيارات كهربائية مغربية 100%. لكن في المقابل، تهديد سيبراني خطير يهز وزارة العدل المغربية. هاكرز جزائريون أعلنوا اختراق خوادم الوزارة وسربوا وثائق حساسة تخص القضاة والموظفين، ما أثار جدلا واسعا حول أمن البيانات في المؤسسات العمومية. كانت هذه أبرز تطورات الساحة المغربية لهذا اليوم. تابعونا يوميا لتبقوا على اطلاع من قلب الحدث.